السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم راسل شرد وإن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. اليوم معلومة في السريع في الغرمة بتاع لي بوكرون روج موزاييك، كو سوا في الميلانين وبيان في لي بوكرون. عندنا لهنا فرخ تم التريش بتاعه وبيان البيكاج، لانفا أمه ساعات فما يصيروا ديزاكسيدون، لانفا تريش ولده وبيان الفروخ في بعضهم وبيان تكر يريش الفرخ. دونك لهنا المعروف على الموزاييك انه بعد 45 يوم نعطيوه الكولورون. الفرخ هذا اذا كان باش نعطيوه توا الكولورون، لي فلون تاعو باش يخرجوا ديبوردي، باش يتمسحوا بالاحمر، يعني باش تصير ديبوردمون دو لا كولور سيو لي فلون اللي هو الكاروفيل و بيان كو سوا. دونك نصيحتي لكم انه الفرخ يبقى كيف ما هو، تفوت الوقت بتاعه 45 يوم، يبقى حتى 50 يوم 60 يوم 65 يوم، حتى يبقى 3 شهور ما يكملش ريش عادي. راهو بعد كي تعطيه الكولورون راهو باش ياخذ يعني لي زون لي بوكروميك اللي هما لي بوان ديريكسيون اللي عند العصفور، راهم هما بطبيعتهم قابلين للتصبغ. يعني الكولورون اللي باش تعطيه كو سوا مخر ولا بكري راهو باش يمشي في بلاصتو. بون نسبيا ماهوش كيما باش تعطيه من الاول كيما من بعد، مي راهو باش يتثبت في لي بوان ديليكسيون تاعو اللي هي الكتاف والدماغ، ماسك يعني الصدر والكروبيون من الدين. مي بالنسبه لي انا خليه العصفور يفوت وقته في 60 يوم وبيان في 70 يوم و 75 يوم وتعطيه الكولورون ويخرج نظيف، خير برشا من اللي انك الفرخ تشدو هاك تمرمدو بالاحمر، فهمت؟ دونك يخرج لك مسخ وما حتى في السوق من بعد ما يخرج لكش. هذه نصيحة تحسبوها كوميرسيال، تحسبوها تاع غرام، تحسبوها تاع كيف كيما تحبوا تحسبوها. دونك فوالا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.